الرصيف اللي في الشارع أو المكان اللي قدام أي محل ده اسمه رصيف. الرصيف ده من حق الناس على فكرة. الرصيف ده مش مكان تحط فيه البضائع بتاعتك. الحكومة ساكتة على كده، أنا عارفة. محدش بيقول لك إن ده غلط، أنا عارفة، بس اعرف إن دينيا أنت المفروض راجل متدين إن ده حرام. لأن أنت كده عامل أذى في الطريق. الرصيف ده من حق الناس، المفروض بتطلع فيه تتحمى من العربيات. دي مش قطع أثرية. الناس بتتحمى من العربيات عن طريق الرصيف اللي انت واخده ده، والحكومه سايبه لك ان انت سامحه لك ان انت تاخده عادي، تحط فيه بضايعك، تحط فيه الكراسي بتاعت المحل بتاعك، وتوسع فيه المشروع بتاعك. فانت كده كام واحد بيبقى ماشي في الشارع وبحذا العربيات وماشي جنبه الموتوسيكلات، انت واخد ذنبه. بدل ما انت لو في رصيف تزوده، مش تاخد رصيف اللي هو الناس بتطلع عليه بتتحمى فيه من العربيات. لا، انت كده عامل اذى في الشارع بالحاجه اللي انت فاردها دي. لان كام حد كبير بيطلع على رصيف وينزل بسبب انت حاطط له بقى الكراسي بتاعتك ومحوط الرصيف كله بتاعك، طبعا خلاص بقى بتاعك دلوقتي، فانت عامل عذاب في الشارع مش طبيعي. فاتقي ربنا، تعرف تزود لو عندك رصيف وتعرف كمان تزوده تمهده للناس تعدي عليه، يبقى كتر خيرك. يبقى انت كده ده انت ناس كتيره ماشيه في الشارع. لكن احنا عندنا بالفعل رصيف، والرصيف بتاعنا وتيجي انت واخده. الحته اللي قدامك دي المفروض من حق الناس تعدي عليها، تيجي انت واخدها ليك. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول لا تكن امعه، تقول ان احسن الناس احسنت، وان اساءوا اسات، ولكن قل ان احسن الناس احسنت، وان اساءوا فلا تكونن من المفسدين. فالمفروض ما تكونش كده. المفروض مش اي حد بيعمل حاجه غلط تيجي انت مقلدها. مش اي حد شايفه بيعمل حاجه طول ما الكل بيعمل كده. لا، لا تكن امعه. ده حديث عن الرسول. وبرضو إماطة الأذى عن الطريق دي حاجة اتعلمناها من زمان. إن إحنا لما ما ينفعش نحط حجرة والناس ماشية عشان ما يتعثروش في الطريق، عشان خاطر كل واحد هيعدي هتعثر في الطريق، فإذا هو كده أنا باخد ذنبه. لكن الناس اللي بتحط موتوسيكل بالعرض على الرصيف، الناس اللي بتوسع البضائع بتاعتها على الرصيف، الناس اللي بتمشي عليه، الناس اللي بتحط موتوسيكلات، بتحط الكراسي بتاعتها، كافيه بقى فبيحط الكراسي بتاعته، اصحاب المشاريع اللي بيشوفوا شوارع عامه فيجوا يحط لك الكراسي في الطريق الناس ماشيه عليه، بدل ما يمشي يقعدوا بقى. يعني المفروض الكرسي بقى لو حد عايز يقعد هيبقى كرسي واحد، لكن هو لا، بيقلب لك الشارع كله حديقه عامه. المفروض الناس بقى راح تهرب بقى وراح تتمشى، بتهرب من العربيات وبتهرب من الموتوسيكلات في الحديقه العامه دي. لا، بتلاقي موتوسيكلات راشقينها كده في الشارع، بتلاقي الكراسي حاطينها في الطريق بتاع الناس، بحيث انت برضو ماشي في الشارع. يعني الكافيه انت مش هتقعد غصب عنك في المكان، مش لاقي حته تقعد فيها، مش لاقي حته تمشي فيها. مفيش حته تمشي فيها في بلدك. اتقي ربنا بقى، اتقي ربنا. مش كل حاجه حد بيعملها تبقى انت عاملين زيهم. ماشي. خلي عندنا شخصيه شويه، خلي نفكر شويه. نفكر ايه اللي يعني ممكن تاخد الذنوب على فكره انت مش واخد بالك. يعني اي اذى تاذيه للناس انت مش واخد بالك. ركز شويه، ايه اللي بيأذي الناس، ايه اللي بيفيدهم.